مدينة الأقصر في جنوب مصر. بيبتدي بحاجة اسمها طريق الكباش. طريق الكباش الأصلي طوله 3 كيلو متر، وكان معمول عشان يربط زي التمثال بشكل رأس الكبش. ده رمز للإله أو كان هو الإله الرئيسي لمدينة ربط الكبش ده كمان كان رمز للفصول. أهم شخص بقى كان بيبقى مسؤول عن المعابد وعن كل شيء بيتم جواها هو رئيس الكهنة. ما كانش في أي شيء بيتم داخل المعابد المصرية بدون أمر رئيس الكهنة، سواء الشعائر الدينيه اللي كانت بتتم او القرابين اللي كانت بتقدم. هندخل كده دلوقتي مع بعض نشوف تخطيط المعابد في مصر كان بيبقى عامل ازاي وبيتكون. خش. اول صاله هنلاقيها دايما في المعابد او البنايه. الصاله دي بتبقى من غير سقف تماما بحيث ان الضوء فيه بيدخل بشكل كامل، مقفوليه من الذهب، وجوه الصندوق الصغير ده لان عامه الناس ما كانش مسموح لهم بالدخول للاجزاء الداخليه في المعابد في مصر. فكان في ايام الاحتفالات الكهنه بيشيلوا المركب دي يطلعوا بيها بره، يمشوا بيها في طريق الكباش كله من معبد الكرنك من معبد الاقصر، بحيث ان عامه الشعب يشوف الاله بتاعه ويعرف يحتفل مع المعبد في ايام الاحتفالات. هندخل لجوه اكتر نشوف تاني المعبد عامل ازاي. تعرفي الجامعة الكرنك فيها 134 عمود، طول العمود الواحد منهم حوالي 21. اهميتهم ان هم بيعبروا عن رمز الشمال ورمز الجنوب في مصر. هنا اعمده الغربي دي بتعبر عن رمز الشمال مصر، اعمده اليوسف بتعبر عن جنوب مصر او جزء اسرائيل. كل الغرب بقى بتكون موجوده في معابد على اليمين وعلى الشمال. فادتها عملوها في ايه؟ الشرب. لا تبقى سهله قوي كده. اكيد فيها فكره. لا مش سهل. لا دي بتقولي ايه؟ مش هتبقى سهله كده. لا قولي لي بتقولي السؤال. بيستعملوها في ايه؟ يعني كانت وظيفتها ايه؟ كان ليها وظيفه مهمه قوي. بتوضوا وتصهروا. بيوضوا ويصلوا. لا دي ساعه اللي معرفه الوقت. ساعه رمليه؟ لا ساعه مائيه خالص لحد تحت. بينهم مسافات عددهم 12 مسافه بيمثلوا 12 ساعه، يعني نص اليوم بالظبط. كانوا بيملوا فيها الميه لحد الاخر ويعملوا فتحه صغيره في الجنب بحيث ان هي تسمح بمرور نقط الميه. كل نقطه بتنزل بتبقى حوالي ثانيه، والميه بتفضل تنزل تدريجي خلال اليوم لحد ما بتمر 12 ساعه اللي هم بتوع نص اليوم. فكده يفهموا ان نص اليوم عدى، بتتملي مره ثانيه 12 زيهم، دول كده ال 24 ساعه بتوع اليوم. عملوها ليه؟ بالنهار كان عندهم حاجه اسمها الساعه الشمسيه. بالظبط، من خلالها كانوا بيعرفوا مواعيد اليوم ماشيه ازاي في فتره بالنهار بس طول ما النور موجود. النور ده بمجرد ما يروح كان عندهم ازمه ان هم يعرفوا الوقت بيمشي ازاي، وهل وقت الليل بيساوي وقت النهار ولا لا.